وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى أي حديث؟ وصلنا إلى أي حديث؟ أخذنا الحديث الثالث والرابع. لا الأربعين نووية. هذا الثالث والرابع صحيح؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا أو أخذنا في الحديث السابق في الحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنين يجمع في بطن أمه على كم مرحلة؟ ارفع يدك. على كم مرحلة؟ نعم. المرحلة الأولى نطفة، ثم علقة، ثم مضغة. وهذه المضغة تنقسم إلى قسمين. طيب، ثم يرسل إليه الملك. متى يرسل إليه الملك؟ المرحلة الرابعة يرسل إليه الملك. طيب، متى يرسل إليه الملك؟ إذا تم له كم شهر؟ 3 أشهر. 4. نعم، 4 أشهر. نعم، إذا تم له 4 أشهر. طيب، حتى نستغل الوقت، من يقرأ الحديث الخامس؟ حديث أم المؤمنين عدد كبير هذه. تغيروا. نعم. أولا قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية المسلمين: من عمل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد. بارك الله فيك. وأين صاحب البقالة؟ أين هو؟ 5000 ربية. لا تنسى. طيب، قال رحمه الله: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. أم المؤمنين أم عبد الله، عن أم المؤمنين أم عبد الله، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عائشة رضي الله عنها. ومن المعلوم أن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، ولهذا قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاته. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين. قال: أم عبد الله عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله. فإن قال قائل: هل ولد لها ولد؟ والجواب: قال بعض العلماء إنه ولد لها سقط، أي أنه سقط. وقال بعض العلماء إنها كنيت
بأم عبد الله لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ولهذا لا تقرأ قل له لا يقرأ صوته ولا يتكلم صوت. وقيل كنيت بذلك لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فكنيت بأم عبد الله. وقال بعض العلماء إنها كنيت بهذا لأنها خالة لعبد الله بن الزبير، هي خالته، ولهذا كنيت بهذا. المهم قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، وعائشة معروفة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله هنا من أحدث هنا يعني أوجد شيئا جديدا لم يكن، يعني أوجد عبادة جديدة لم تكن موجودة فيما قبل. هذا معنى أحدث، أي أوجد شيئا جديدا وعبادة جديدة لم تكن موجودة فيما قبل. وقوله من أحدث في أمرنا ها هنا يعني في ديننا وشرعنا، في ديننا وشرعنا. في أمرنا هذا ما ليس منه أي أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يشرعا، لم يجعلاه من الدين. ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود عليه. وعلى هذا فهذه العبادة باطلة وليست صحيحة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أتى النووي رحمه الله بهذه الرواية لأنها أعم من الرواية الأولى، فقوله هنا من عمل يشمل ما لو أحدث عبادة جديدة، ويشمل كذلك ما لو عمل بعبادة جديدة ولم يحدثها. بمعنى لو أن رجلا أحدث عبادة جديدة، يعني أتى بشيء جديد، فهذا هو الحدث. ولو أن رجلا آخر عمل بعمل العبادة الجديدة التي أحدثها الأول، فهذا يدخل في الحديث الثاني. فهنا من عمل عملا يشمل ما لو أنه أحدث شيئا جديدا عبادة جديدة، ويشمل كذلك ما لو أنه عمل بهذه البدعة ولو لم يحدثها ويوجدها. إذن هذا بالنسبة لهذا أو معنى هذا الحديث ومعنى كلمات هذا الحديث. فهذا الحديث حديث عظيم. وقلنا لكم فيما سبق إن حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات هذا للأعمال الظاهرة أو الباطنة؟ الباطنة. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا بيان للأعمال الظاهرة. إذن ما هما الميزان أو ما هو الميزان بالنسبة للأعمال الظاهرة والباطنة؟ حديث عمر للأعمال الباطنة أي أعمال القلب، وحديث عائشة للأعمال الظاهرة أي أعمال الجوارح. إذن هما ميزان للأعمال الظاهرة والباطنة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها
أن أي عبادة من العبادات لا تقبل إلا بشرطين، وهما: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس عليه معي أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما المتابعة، الإخلاص ضد الشرك، وأدلته ما سبق قبل قليل، والمتابعة ضدها البدعة. والدليل على هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى هذا لا بد لقبول العبادة من هذين الشرطين. وليعلم أيها الإخوة أن كل عبادة من العبادات، كل عبادة من العبادات لا بد أن توافق الشريعة في 6 أمور. كل عبادة من العبادات لا بد أن توافق الشريعة في 6 أمور: في السبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. هذه 6 أمور لا بد أن توافقها العبادة. فإن اختل واحد منها فاعلم أن هذه العبادة ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولنا في السبب لا بد أن توافق العبادة الشريعة في السبب. نضرب لكم مثال، أو قبل المثال: إن خالف السبب فهي بدعة. أضرب لكم مثال: رجل كلما دخل بيته صلى ركعتين تحية للبيت، هذا خالف الشرع في السبب، اتخذ سببا لم يجعله الله ولا رسوله سبب، وعلى هذا ففعله هذا بدعة. طيب، في الجنس من المعلوم أن الأضحية تكون بكم صنف؟ 3. في أي شيء؟ الأضحية تكون في أي شيء؟ بالإبل والبقر والغنم. ما رأيكم لو أن رجلا ضحى بدجاجة؟ قال: أنا ما أملك مبلغ الغنم، لكن أريد أن أضحي بدجاجة لأنني أستطيع على الأضحية بها. هل يجوز؟ هذا بدعة. فإما أن تضحي بغنم أو اترك الأضحية بغيره، فهي سنة مؤكدة وليست بواجبة. وعلى هذا فمن ضحى بدجاجة أو بخيل فهذا خالف العبادة بالجنس. طيب، الثالث في القدر. كم عدد الصلوات في اليوم والليلة؟ 5 صلوات. ما رأيكم لو أن رجلا قال: أريد أن أصلي صلاة سادسة؟
أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل بصلاة سادسة، هل يجوز؟ هذا بدعة، لأنه خالف الشرع بالقدر يعني الكمية. طيب كم عدد ركعات صلاة الظهر؟ 4. لو أن رجلا قال أريد أن أزيد ركعة خامسة أتقرب إلى الله عز وجل، ما رأيه؟ لا يجوز، بدعة، لأنه خالف الشرع بالقدر. طيب 4 في الكيفية. فمثلا من المعلوم في الصلاة أيهما الذي يسبق الآخر، الركوع أو السجود؟ الركوع. ما رأيكم لو أن رجلا سجد متعمدا قبل أن يركع؟ بطلت صلاته، وقال أنا أريد أن أسجد، أشرع العبادة هذه جديدة، هذا بدعة، لأنه خالف الشرع بأي شيء؟ بالكيفية. طيب 5 في الزمان. ما رأيكم لو الآن الوقوف بعرفة في الحج متى يكون؟ في 9 من أي يوم؟ من ذي الحجة. لو أن رجلا في مكة قال والله في يوم 9 من الحجة عرفة تكون زحاما وأريد أن أتقدم يوما وأقف في اليوم الثاني، فما حكم هذا؟ بدعة، لأنه خالف الشرع بأي شيء؟ بالزمان. ولو أن رجلا قال أنا أريد أن أقدم وقت صلاة الظهر قبل زوال الشمس، فهل تقبل صلاته؟ لا، لأنه خالف العبادة في الزمان. 6 في المكان. من المعلوم أن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر أين يكون؟ في المسجد. لو أن رجلا قال المسجد يصعب الاعتكاف فيه لأنني إذا جلست في المسجد من يحضر لي الأكل ويصعب علي النوم، أريد أن أعتكف في بيتي، فما رأيكم بذلك؟ لا يجوز وبدعة، لأنه خالف العبادة في المكان. وعلى هذا فلا بد أن توافق الشرع في 6 أمور. ويستفاد من هذا الحديث أن الأصل في العبادات المنع والتحريم إلا بدليل. أن الأصل في العبادات المنع والتحريم إلا بدليل، بخلاف العادات والمعاملات فالأصل فيها الحل إلا بدليل. مثال ذلك رجل وجد أو معه بندقية وخرج للصيد ورأى طائرا واصطاده فسقط هذا الطائر. جاء رجل آخر وقال يا أخي لماذا تصطاد هذا الطير؟ هذا لا يجوز أكله. فقال الذي صاده بل يجوز. فالأصل أنه يجوز أو أنه لا يجوز؟ الأصل أنه يجوز، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه.
فالأصل أن ما على الأرض حل لنا، فإذا أردت أن تحرم على شخص أكلا أو شربا أو عادة أو معاملة فعليك بالدليل، وإلا فاسكت، لأن الأصل الحل. طيب، لو أنني الآن أخذت هذا الشراب ووضعته في الكأس، ولما أردت أن أشربه أتى عارف وقال يا أخي لا تشرب، هذا لا يجوز شربه، فالأصل الجواز أو التحريم؟ الجواز. فمن قال بالتحريم فعليه الدليل، لأن الأصل في العادات والمعاملات والأكل والشرب الحل إلا بدليل، بخلاف العبادات. العبادات الأصل فيها المنع، التحريم، فلا تتعبد لله تعالى بعبادة إلا وعندك دليل عليها، وإلا لا تفعل، لأن الذي يشرع العبادات أو نستفيد من مشروعية العبادات عن طريق الكتاب والسنة. نعلم أن هذه العبادة مشروعة عن طريق الكتاب أو السنة، ولهذا شيخنا رحمه الله ابن عثيمين في منظومته الفقهية قال: والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في الأشياء الحل، لكن قال وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. العبادات الأصل فيها المنع إلا إذا أذن الشارع الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا بطلان جميع البدع، بطلان جميع البدع وأنها مردودة. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه ردا على من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذا الحديث فيه رد عليه، فجميع البدع مردودة وباطلة، ولا يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال كل، وكل من صيغ العموم، فكل بدعة ضلالة. والذي يقول إن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة أخطأ، فهي إما أنها ليست ببدعة وإما أنها بدعة. وأما أن نقول بدعة حسنة وبدعة سيئة فهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق وأعلم الخلق بالخلق، فأعطي الفصاحة والبلاغة في الكلام والبيان والحجة، وهو قد قال: فإن كل بدعة ضلالة. ولو وجد بدعة حسنة وبدعة سيئة لقال إن هناك بدعة حسنة وسيئة، وعلى هذا فالبدع كلها ضلال، كلها ضلال. نعم. يقولون إن ابن عمر حصل له قصة ظريفة وجيدة. ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل جلس عنده رجل فعطس هذا الرجل، عطس، فسمعه ابن عمر رضي الله عنه يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فسكت ابن عمر، فلما جلس وقت
عطس مرة ثانية هذا الرجل وقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن في المرة الأولى ابن عمر لم ينكر عليه، لما كرر وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله علم ابن عمر رضي الله عنه أنه دائما ما يقول، فقال له عبد الله بن عمر: وأنا أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أنك مبتدع. أرأيتم كيف كان ذلك؟ وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أنك مبتدع، أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا الموضع أقول أنك مبتدع، لأنه لم يرد إلا إيش؟ لم يرد إلا هذا الحمد لله. الحديث الذي من أين القارئ؟ أين البطل؟ الحديث السادس، أين البطل؟ في اثنان فقط، ثلاثة، أربعة. هل سبقوا أن قرأت حديثا؟ ما اسمه؟ ابن فهم. أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي يرى حول الهمام يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمام، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أحسنت، بارك الله فيك. رواه مسلم، البخاري ومسلم. أحسنت، بارك الله فيك. وأين صاحب البخاري؟ 5000 ربيع. أخشى أن تنسى، وأخشى أن يأتوا الطلاب كلهم لك ويقولون: أعطانا الشيخ 5000، أعطانا الشيخ 5000. لا بد أن تقيد وأن تسجل الأسماء. طيب، قال عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قوله إن الحلال بين أي أنه واضح. مثال ذلك الأكل، أكل الطعام حلال أو حرام؟ حلال. شرب الماء حلال أو حرام؟ هل هو واضح أو غير واضح؟ واضح. ولهذا قال إن الحلال بين. لبس الثوب حلال أو حرام؟
واضح أو غير واضح؟ إذن هذا حلال بين، وهذا لا إشكال. قال وإن الحرام بين، أيضا الحرام بين. شرب الخمر ما حكمه؟ واضح أو غير واضح؟ السرقة حرام، الزنا حرام. طيب قال وبينهما أمور مشتبهات. مشتبهات يعني لا يعرف هل هو حلال أو حرام، هذا معنى المشتبه. فإن قال قائل ما هو سبب الاشتباه؟ سبب الاشتباه قد يكون في الدليل، قد يكون في الدليل، وقد يكون في انطباق الدليل على الحكم. فبعض الناس يطبق هذا الدليل على هذه المسألة في الحكم، وبعضهم يقول لا، إنه لا ينطبق. فهذا من أسباب الاشتباه، وسيأتي التفصيل أكثر إن شاء الله. وقوله هنا وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال لا يعلمهن كثير من الناس. لماذا لا يعلمهن كثير من الناس؟ إما بسبب قلة العلم، وإما بسبب قلة الفهم، وإما بسبب التقصير في البحث والطلب. ولهذا قال لا يعلمهن كثير من الناس. وقوله كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس أي أنه يوجد أيضا كثير من الناس يعلمون هذه المسألة. ثم قال فمن اتقى الشبهات أي تجنب، اتقى بمعنى تجنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله، واستبرأ لعرضه أي فيما بينه وبين الناس، أي أن الناس لا يتكلمون عنه. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف ذلك؟ لأنه إذا وقع في الشبهات فإنه يتجرأ عليها، يتجرأ عليها، وإذا تجرأ على الشبهات فإنه يتساهل. ولهذا قيل إن الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبيرة تجر إلى الكفر. وكما قيل أيضا إن المعاصي بريد الكفر، أي أن الإنسان إذا استمر في فعل المعاصي وتجرأ عليها فإنه قد يزداد شيئا فشيئا إلى ارتكاب كبائر الذنوب ثم يقع في الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يوشك أن يرتع فيه يعني يقع فيه. الآن ما رأيكم لو أن راعي غنم معه غنم وأطلق هذه الغنم تأكل في أرض فيها نباتات قليلة جدا، ويوجد حول هذه الأرض أرض فيها عشب كثير وزهور وأعشاب وزروع،
ماذا ستفعل هذه الأغنام؟ تريد أن تذهب إلى هنا، فهي ترعى حول الحمى. هكذا الذي يقع في الشبهات هو قريب من الحرام لكنه لم يقع فيه، يوشك أن يقع فيه، ولهذا قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني قريب من الوقوع فيه ولكنه إلى الآن لم يقع. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى، فالملوك من المعلوم أنهم يتخذون الحمى، يجعلون لهم حمى، وهذه الحمى لا يدخلها عموم الناس. ثم قال ألا وإن حمى الله محارمه. ما هي حمى الله التي لا يجوز لك أن تدخلها وأن تقع فيها؟ محارمه. فالله عز وجل لم يجعل له أرضا وقال لا تدخلوها، وإنما جعل الله عز وجل المحرمات هي حماه، فلا يجوز لنا أن نقع في المحرمات. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة، في الجسد مضغة، وسوف يقول في نهاية الحديث أن هذه المضغة هي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة هي قطعة صغيرة جدا بقدر ما يمضغه الإنسان من الطعام، موجودة هذه في الجسد. قال إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت هذه المضغة صلح جميع الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. إذن المضغة هي القلب، ولهذا سمي القلب بالقلب لتقلبه، كما قيل ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من تقلب وتحويل، من تقلب وتحويل. قال ألا وهي القلب، فالقلب ربما أنه يفعل المعاصي، ربما يحثك على فعل المعاصي، ولهذا فالقلب يتقلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله الفوائد في الدرس القادم. ذكرونا في فوائد هذا الحديث لأجل أن نذكرها لك. في سؤال؟ إذا ما في سؤال. نعم. أريد أن أسأل أريد أن سؤال قبل كل كما شرح قبل كل أن ارفع صوتك لأني لا أسمع. أريد أن أسأل السؤال حديث كما قال قبل كل حديث الثاني في أي أمور نستطيع أن نستعمل هذا الحديث الثاني قبل كل الحديث الثاني كل أمور أو في طعام فقط أو في أمور. الحديث الثاني وهو عن أمور كل أمور ما حديث قبل كل عن قصدك إن الحلال بين. نعم. إن الحلال بين وإن الحرام بين. نعم. هذا حديث نستطيع أن نستعمله في كل شيء، في كل شيء. الحلال واضح والحرام واضح، ليس في طعام فقط. لكن إذا اشتبه عليك شيء ما تعرف هل هو حلال أو حرام، هذا الأمر الثالث. إذا اشتبه عليك شيء ما تعرف
يجب عليك أن تسأل العلماء، يجب عليك أن تسأل العلماء هل هذا حلال أو هذا حرام. واضح؟ الله.